في سوق شغال في الخفا، مش سوق هدوم ولا ذهب ولا حتى مخدرات، سوق بيتباع فيه جسم الانسان حته حته، الكليه برقم والكبد برقم والقرنيه والنخاع وكل حاجه وليها تسعيره، سوق ملوث بالدم وبالاحتياج وباطماع ناس تانيه شايفه جسم الانسان نفسه سلعة للربح. الناس اللي بتفكر تبيع جزء من جسمها عشان بس تسد ديونها، والناس اللي معاها ملايين ومحتاجين كلية بسرعة. النهارده هنتكلم عن واحدة من أخطر الجرائم اللي ممكن تحصل في أي مجتمع، وهي تجارة الأعضاء البشرية. خلينا ارجع بيك لورا واحكي لك القصه من البدايه. في مريض عنده فشل كلوي، الكليتين بطلوا يشتغلوا، في عنده حلين: لا يفضل يغسل طول عمره، لا يدور على كليه جديده. والكليه مش حاجه بتتباع في صيدليه، كليه بتتوهب، بتتزرع او بتتسرق. ودايما قصه السرقه بتبدا بالناس الغلابه المعدومين التايهين في دوامه الفقر. يظهر واحد في حياتهم كانه معاه الحل السحري ويقول لهم: انا عندي ليك فرصه تاخد مبلغ محترم تحل بيه كل مشاكلك. جسمك ده فيه نعمه كبيره، ليه ما تستفادش منه؟ في عندك كليتين، واحده مركونه ملهاش لازمه والتانيه هي اللي شغاله، احنا هناخد المركونه دي ونسيب لك الشغاله يا عم وتحل مشاكلك وتعيش. كلام يعجبه ويوافق ويدخل المصيده برجله ويمضيه على ورق انه بيعمل كده بكل ارادته، وعلى ورق تاني ان في صله قرابه بينه وبين المريض، ويمضيه على وصولات امانه عشان الفلوس اللي اتصرفت عليه في التحاليل ما يعرفش يخلع لو غير رايه. ويدخل على المرحله الثالثه وهي العمليه، ياخدوا منه الكلى وبعدين ولا يعرفوه. وبضرب مثال بالكلى عشان اكتر عضو بيتباع. السمسار اللي فهمه ان عادي يعيش بكليه واحده ما يقولهوش ان الكليه مش مجرد فلتر بيعدي الدم فيها وخلاص، وانها بتعمل اكتر من 5 وظائف حيويه كل لحظه: بتنقي الدم من السموم، وبتوازن الاملاح والسوائل والمعادن، بتحافظ على توازن وضغط الدم، بتفرز هرمونات مهمه للهيموجلوبين والعظام. فلما يضحي بنص جهازه البولي ويفقد كليه كامله ويبقى حمل مضاعف على الكليه الثانيه عشان شويه فلوس، فده اكيد مضحوك عليه. مع مرور الوقت والضغط المستمر، الكليه اللي فاضله له دي ممكن يحصل لها تضخم ويبقى معرض اكتر للفشل الكلوي، وخصوصا مع امراض مزمنه زي السكر والضغط. ده غير انه هيعمل كل حاجه بحساب، لو برشامه خدها لازم يسال عليها 100 مره. كمان السمسار مش هيقول له انه لازم يعمل تحاليل وفحوصات طول عمره كل شويه عشان تدهور الكليه في البدايه ما بيكونش ليه اعراض واضحه، والغلطه هنا فيها حياه. تخيل اللي بيبيع كليته ده يصرف الفلوس اللي هي كده كده ربع الثمن بتاعها اللي السمسار واللي معاه خدوها، ويعيش طول عمره في العذاب ده خايف من كل حاجه. اللي باع كليته عشان شويه فلوس حرفيا باع عمره. في مصر القانون المصري بيجرم تجاره الاعضاء، ولازم التبرع يكون من غير مقابل مادي، ولازم يكون في صله قرابه ما بين المتبرع والمريض. ده غير انه لازم يكون تحت اشراف لجنه. زراعه الاعضاء في الطب بتنقذ ناس كتير ونعمه، بس لما تتعمل بشكل انساني وشكل قانوني باهتمام وتحاليل دقيقه جدا عشان ولا طرف من الطرفين يتاذي. اما تجاره الاعضاء فدي جريمه تستغل الجهل والفقر والمرض. وواجبنا كاطباء او اي حد عنده ضمير اننا نرفض ان نكون طرف فيها حتى لو بالصمت.